مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. هذه الحلقة بعنوان الشعب الكردي في منظور الإسلام. سنبحث خلالها نظرة الإسلام للشعب الكردي، هل هم بشر متساوون مع العرب ولهم كامل حقوقهم، أم هم أقل مرتبة من غيرهم وينظر إليهم كأناس من الدرجة الثانية، أم يعتبرهم العرب المسلمون أقل مرتبة من البشر؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة، تابعونا. نفتح كتاب محاضرات الأدباء للأصفهاني. نقرأ في هذا الكتاب: ذكر أن عمر بن الخطاب روى عن النبي أنه قال: الأكراد جيل الجن كشف عنهم الغطاء، وإنما سموا الأكراد لأن سليمان عليه السلام لما غزا الهند سبى منهم 80 جارية وأسكنهن جزيرة، فخرجت الجن من البحر فواقعوهن، فحمل منهم 40 جارية، فأخبر سليمان بذلك فأمر بأن يخرجن من الجزيرة إلى أرض فارس، فولدن 40 غلاما، فلما كثروا وأخذوا في الفساد وقطع الطرق فشكوا ذلك إلى سليمان فقال: أكردوهم إلى الجبال، فسموا بذلك أكرادا. نفتح أيضا كتاب مروج الذهب للمسعودي. الأكراد ونسبهم ومساكنهم. ومن الناس من ألحقهم بإماء سليمان بن داود حين سلب ملكه ووقع على إمائه المنافقات الشيطان المعروف بالجسد، وعصم الله منه المؤمنات أن يقع عليهم، فعلق منه المنافقات، فلما رد الله على سليمان ملكه ووضع تلك الإماء الحوامل من الشيطان قال: أكردوهم إلى الجبال والأودية، فربتهم أمهاتهم وتناكحوا وتناسلوا، فذلك بدء نسب الأكراد. نفتح كتاب الكافي للكليني الجزء الخامس. باب من كره مناكحته من الأكراد والسودان وغيرهم. قال لي أبو عبد الله: ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء. نفتح أيضا كتاب تهذيب الأحكام للطوسي الجزء السابع. عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبد الله فقلت: إن عندنا قوم من الأكراد وإنهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم، فقال: يا أبا ربيع لا تخالطوهم، فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله عنهم الغطاء، فلا تخالطوهم. نفتح أيضا كتاب النهاية للطوسي. يقول: ولا ينبغي أن يخالط أحدا من الأكراد ويتجنب مبايعتهم ومشاراتهم ومناكحتهم. نفتح كتاب الجامع للشرائع للحلي. يقول: ويكره مخالطة الأكراد ببيع وشراء ونكاح. نفتح كتاب رياض المسائل للطبطبائي الجزء الثامن. وفي الخبر أن عندنا قوما من الأكراد لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم، فقال: لا تخالطوهم، فإن الأكراد حي من أحياء الجن كشف الله تعالى عنهم الغطاء، فلا تخالطوهم. نفتح كتاب تفسير نور الثقلين للحويزي الجزء الأول. يقول: ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء. نفتح كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق. وقال عليه السلام لأبي الربيع الشامي: لا تخالط الأكراد فإن الأكراد حي من الجن كشف الله عز وجل عنهم الغطاء. نفتح كتاب شرح المختصر النافع لجمال الدين الحلي الجزء الثالث. نقرأ: ولا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهم جيش من الجن كشف عنهم الغطاء. نفتح أيضا كتاب تفسير ابن كثير لسورة الفتح الآية 16. نزل علينا أبو هريرة ففسر قول رسول الله: تقاتلون قوما نعالهم الشعر، قال: هم البارزون يعني الأكراد، وقوله تقاتلونهم أو يسلمون يعني يشرع لكم جهادهم وقتالهم، فلا يزال ذلك مستمرا عليهم ولكم النصرة عليهم، أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال بل باختيار. فبعد هذا الكم من الأدلة والمصادر ثبت أن نظرة الإسلام للشعب الكردي أنه شعب غريب لا يمت للجنس البشري بصلة، بل هم جنس من الشياطين ويمنع مخالطتهم والزواج منهم، بل ويجب قتالهم وجهادهم باستمرار حتى يسلموا ويخضعوا للإسلام. فأرجو من الأحباء الكرد أن تعيدوا النظر في هذه العقيدة التي أجبرتم على اعتناقها، فأنتم شعب عريق لكم تاريخ وحضارة تمتد لآلاف السنين، وليس لكم أي علاقة بدين عرب صحراء الجزيرة العربية، لذلك عودوا إلى تاريخ أجدادكم وتحرروا من قيود الإسلام التي استعبدتكم لقرون طويلة. شكرا لكم، ألقاكم في حلقات قادمة.